السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك فوز نادي الاتحاد السكندري على النادي الأهلي في الدوري السوبر. نادي الاتحاد قدر يفوز بنتيجة 76-70. كمان دي ثالث مباراة يفوزها نادي الاتحاد 3-1 في مجموع المباريات في مرحلة البلاي اوف ذا بيست 5. مليون مبروك لنادي الاتحاد السكندري، مليون مبروك لكل اتحاداوي وكل اسكندراني، مليون مبروك لسيد البلد، مليون مبروك للاتحاد. مش بس كده، ده هم ابطال الدوري وابطال الكاس. اجتهاد، صفقات، شغل عالي، استقرار. نتمنى نشوف نادي الزمالك يتوج بالبطولات في كرة السلة. بكاء معظم لاعبي النادي الاهلي، فرحة كبيرة جدا للاعبي الاتحاد السكندري، حقهم يفرحوا، قدروا يفوزوا. وما تنسوش ان المباريات كلها كانت بتحكيم اجنبي. المباريات كلها كانت بتحكيم اجنبي. فرحه كابتن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، فرحته جامده جدا صراحه. بجد مبروك لكل الاسكندرانيه، ومبارك كمان خاصه لوالدي اللي هو كان محل ميلاده الاسكندريه. عاش في اسكندريه كتير جدا. اسكندراني وبيحب اسكندريه، وكلنا بنحب اسكندريه، مين ما بيحبش اسكندريه. اهلا بكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه، في احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس امرا، دوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده. وقائمه نادي الزمالك تشهد غيابات عديده كما توقعنا. متواجد في حراسه المرمى كل من محمد عواد ومحمد صبحي وكمان محمود الشناوي. متواجد في خط الظهر حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي واحمد رفاعي مواليد 2003 وعمر جابر والسيد نمار. في وسط الملعب نبيل عماد دونجا واشرف رؤى ومحمد شحاته وزياد كمال وسيف فاروق جعفر. قدامهم يوسف اوباما وعبد الله السعيد وناصر ماهر. متواجد كمان احمد زيزو، وما تنساش مصطفى شلبي كمان متواجد، وابراهيم نضاي. ومفاجاه كمان في القائمه بتواجد احمد عبد الرحيم ايشو. في خط الهجوم شريدا وحيدا ناصر منسي. غيابات نادي الزمالك سيف الدين الجزيري للاصابه، سامسون ايكينولا عشان خاطر كان لسه جاي مفيش بقالوش 24 ساعه على بعض. كمان غايب عبد الشافي للاصابه، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. غايب الونش، غايب شيكابالا، غايب احمد حمدي كمان لعمليه الرباط الصليبي، ربنا يشفيه ويعافيه امين يا رب العالمين. غايب مصطفى الزناري للاصابه. غايب ياسر حمد لانه كان لسه جاي من التوقف الدولي ولعب مباراتين مع منتخب فلسطين. غايب طبعا مهاب ياسر، محمد عاطف، متيابه. برضه متيابه عشان كان لعب معاهم هناك، بس تقريبا مهاب ياسر متيابه محمد عاطف خلاص مفيش فرصه ليهم داخل نادي الزمالك. الفرصه يكاد تكون معدومه جدا جدا جدا. ربنا يوفقنا وانصرنا يا الله. امام نادي سيراميكا المباراه باذن الله الساعه 7 مساء يوم الجمعه. حكام المباراه عبد العزيز السيد، وعلى الفار محمد يوسف. عبد العزيز السيد الزمالك تقريبا ما بيكسبش معاه، انا بقول لك هو كده. كمان بنلعب المباراه على ملعب المقاولين العرب. انا مش عارف هو مكتوب لنا ولا ايه، تاني مباراه نلعبها على استاد المقاولين العرب في ظرف ما فيش كم، يعني في ظرف اسبوعين. كمان ما تنساش محمد يوسف برضو لسه صولات وجولات مع نادي الزمالك. ربنا يستر ويعدي المباراه على خير. ربنا ينصرنا ويوفقنا امين يا رب العالمين. سيراميكا مليانه نجوم طبعا، على راسهم محمد ابراهيم، في كمان احمد ياسر ريان، في احمد رمضان بيكهام. لو قعدت اتكلم كتير، لعيبه كتير متواجده في سيراميكا، وكمان جون ابوكا، ناس كتير يعني. وما تنساش طبعا في حراسه المرمى محمد بسام كمان. ربنا يوفق نادي الزمالك امين يا رب العالمين. ندخل كده على خبر معانا مهم بخصوص لاعبنا يوسف حسن. يوسف حسن كان نزل بوست وبيشتكي فيه وبيقول ما حدش واقف جنبي، ما حدش بيسال عليا، ما حدش بيدفع لي حق العلاج الطبيعي، ما حدش اصلا بيرد عليا، ما حدش بيدخلني النادي. فكابتن احمد سليمان لما سمع الكلام ده، هو كان لازم يكتب لكابتن احمد بجد يعني. المهم تواصل معاه وخلى كابتن عبد الواحد يتواصل عشان يحلوا له الموضوع ويشوفوا له موضوع التاهيل وموضوع العلاج الطبيعي وهيتكلف كام والكلام ده كله. يعني ما كانش لازم ينزل بوست، ما كانش له اي داعي. جوميز عشان يحمس لاعبي نادي الزمالك، عشان يحس ان جواهم طاقه ايجابيه، قرر الاتي:
قرر انه يكلم اداره نادي الزمالك انها تصرف مستحقاتهم المتاخره قبل مستحقاته. حركه كويسه من جوميز، ربنا يوفقك معانا واوعى تزعلنا واوعى تعمل اي تأليفه يا جوميز. ربنا يوفق نادي الزمالك يا رب في مباراه صعبه جدا جدا جدا. الخبر التالي معانا بخصوص صفقه جديده لكوماندوز اليد اللي كانوا كوماندوز اليد ما بقوش دلوقتي لسه. تم التعاقد مع لاعب اسمه بلال جلال من النادي البنك الاهلي. صراحه ما شفتوش، يعني هو مثلا مش زي حماصه في البنك الاهلي، مش زي لاعب سبورتنج عفروتو، مش من اللعيبه اللي مسمعه قوي. اتمنى يكون صفقه ناجحه، بس اهم حاجه لكره اليد ما تقدروش تجيبوا لعيبه شباب صغيرين من الانديه وما يبقاش عندنا خبرات. ده انت كده هتحتاج ولا سنين قدام عشان تجيب بطوله. دي نصيحه لوجه الله. كمان مليون مبروك لاحمد حمدي اللي عمل عمليه الرباط الصليبي بنجاح، والحمد لله العمليه تمت بنجاح. بنتمنى لك الشفاء العاجل يا احمد وترجع احسن مما كنت. يا رب ترجع احسن مما كنت، ربنا يشفيك ويعافيك يا احمد يا حمدي. كمان موضوع 2003 و2004. 2003 و2004 خلاص سيتم تسريح معظم اللاعبين باستثناء 4 أو 5 لاعبين بعد ما تاكدنا من الخبر. 4 أو 5 لاعبين باستثناء كمان الاعراض. انت عندك حمدي علاء، عندك ماجد هاني، عندك حسام اشرف، عندك احمد محمود. دول المعارين، دول مش هيمشوا. واربع لاعبين ممكن يكون بقى احمد رفاعي، احمد عبد الرحيم ايشو كده، لكن بقيه اللعيبه هتمشي. اسامي يعني مشكلتها كلها ان المدير الفني مش هيصعد منهم حد، هيصعد لك 4 ولا حاجه. خلاص دول هيتم تسريحهم، دول مع السلامه، دول باي باي، دول مش هتشوفهم تاني. هل هتعرفوا تجيبوا لهم عروض ولا هتمشوهم سلام عليكم؟ اغلبهم هيمشي سلام عليكم. اغلبهم هيمشي السلام عليكم، وهنخسر كميه لعيبه كتير. بجد حزين عشانهم هم وحراس المرمى كمان، معاذ علاء، وما تنساش الحارس عبد الرحمن نفاد. كمان عايز اقول لك ان احمد شوبير اللي بيقول ان وسام ابو علي لن يلحق بقمه الزمالك والاهلي. قمه الزمالك والاهلي اللي هتتلعب يوم 25/6 للاصابه. يبقى كده يا كهربا يا مودست، ايا كان مين فيهم يعني ما بيقلقنيش. كمان نادي بيراميدز قدر يفوز على سموحه بنتيجه 3-0. اللي يشوف نادي بيراميدز وهو نازل عايز يكسب، نازل عايز يخلص، عايز ينهي دوري. بسم الله ما شاء الله ما بيفوتش 10 ماتشات ورا بعض متتالي فوز. ايه وانتوا لعيبه الزمالك اوعوا تزعلونا. كمان بيقال ان لو تم اعتماد نتائج الدور الاول بالنسبه للفرق اللي هتشارك في افريقيا، كده الزمالك مش في دوري ابطال افريقيا. كده الزمالك مش في دوري ابطال افريقيا. بس اداره الزمالك لازم تقف على الموضوع ده وتقول ما ينفعش، لازم ما نعتمدش نتائج الدور الاول دي، ما ينفعش. طيب ايه تاني بقى معانا في الاخبار؟ خلينا ندخل سريعا على التشكيل المتوقع لمباراه نادي السيراميكا. حراس المرمى ان شاء الله محمد عواد، 2 مساكين حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، عمر جابر وممكن السيد نمار. عمر جابر شمال والسيد نمار يمين، ولو عمر جابر لعب يمين يبقى ابراهيم نضاي شمال. انا بقول لك على اللي فيها. في وسط الملعب نبيل عماد دونجا ومحمد شحاته. قدامهم ان شاء الله عبد الله السعيد. في الهجوم والامام مصطفى شلبي وزيزو واظن يوسف اوباما. ناصر ماهر لو جاهز، يعني لا هو جاهز ان شاء الله بدنيا، قصدي هيبقى مكان مصطفى شلبي معلش. ناصر ماهر هنشوف هيعمل ايه. هيلعب بمهاجم وهمي، اكيد مش هيبدا بناصر منسي. هنشوف التشكيل هيبقى عامل ازاي، لكن ده التشكيل بنسبه 80% 75%. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. ربنا يوفقنا وينصرنا، امين يا رب العالمين. عاش الزمالك حب في قلبنا. هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قادم افضل. عاش الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.